جامد الطفل ده، بس اللي بيتعلم برمجة أجمد وبيعمل فلوس أكتر، لأن دلوقتي في أداة اسمها سونو تقدر تعمل لك أي مزيكا ومن أي آلة موسيقية. ومش بس كده، أنت كمان لو عايزها تكتب لك كلمات هتكتب لك كلمات ببساطة. هتديها وصف بسيط للأغنية اللي أنت عايزها وتسيبها شوية لحد ما هي تعمل كل حاجة وتدي لك الأغنية جاهزة. فكمان كام سنة ممكن ما يكونش في آلات موسيقية أصلا، والموضوع كله يبقى معتمد على الذكاء الاصطناعي. طيب والفلوس الولد هيجيبها ازاي؟ هقولك ازاي. بعد ما يعمل اللي هو عايزه يقدر يرفع المزيكا أو الأغنية دي على أي موقع من المواقع اللي بتبيع المزيكا أو الأغاني لصناع المحتوى، زي موقع انفاتو مثلا. وكل ما حد يستخدم المزيكا بتاعت ابنك هينزل له شوية دولارات وهو قاعد في مكانه. وزي ما هيعمل فلوس وهو قاعد في مكانه، هيتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي وهو قاعد في مكانه، لأن ده اللي بنعمله في اي سكول في حصة اونلاين 1 to 1. فقول لي بقى، حابب تعرف ايه تاني عشان ابنك يبقى جامد؟